ملخص اخبار النهارده 17/12/2025 جايب لك ملخص اخبار الاهلي والزمالك النهارده وبعض الاخبار الاخرى. طبعا قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضغط لايك ومتابعه. اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. وفقا لموقع اليوم السابع، محمد عبد الله مطلوب في الدوري البرتغالي واللاعب يحيل العروض للاهلي. منصه 247 اب، الاهلي حسم صفقه يوسف بالعمري ويتبقى فقط الاتفاق على نسبه اعاده البيع لصالح نادي الرجاء المغربي. وفقا للاعلامي احمد شوبير، الاهلي سيكون مضطرا للاستغناء عن لاعبين اجانب خلال الفتره المقبله، والاقرب هما جراديشار واشرف داري لاسباب ماليه. وفقا للصحفي محمد ابو علي، سيد عبد الحفيظ يركز بقوه على تدعيم خط دفاع الاهلي بصفقتي محمد عبد المنعم وعمر فايق، ويقود المفاوضات بنفسه بعد طلب ييس تورب دعم الدفاع. عبد المنعم لم يحسم موقفه من العوده، بينما عمر فايق قريب جدا من ارتداء قميص الاحمر. تقارير الايفواري ابراهيم دياباتي الاقرب لتعويض صفقه يزن النعيمات في خط هجوم النادي الاهلي، والمفاوضات في مراحل متقدمه وتقترب من الحسم. وفقا لموقع اليوم السابع، الاهلي يتلقى عروضا من سلوفينيا وروسيا للتعاقد مع المهاجم جراديشار. موقع سبورت المغربي، رفض وليد الرجراجي الترخيص لبالعمري بالسفر الى العاصمه المصريه القاهره لاتمام تعاقده مع الاهلي المصري، الامر الذي فرض على النادي المصري ارسال احد الاداريين للمغرب من اجل اكمال الصفقه واخضاع اللاعب لفحوصات طبيه باحد مصحات الدار البيضاء. تقارير الزمالك يستفسر من بتروجيت مقابل بيع هادي رياض مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء. إدارة الكرة في الزمالك تتمسك بمحمود بن تايب وصعوبة بيعه في يناير بسبب عدم وجود وفرة عددية في المركز الظهير الأيسر. تقارير أحمد حمدي يقترب من الرحيل عن صفوف الزمالك، وإدارة الكرة لم تتحدث معه مؤخرا في ملف التجديد. تقارير محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، ولا توجد نية للاعتماد على مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي. بس كده صديقي، ده ملخص أخبار النهاردة. ولو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تضغط لايك ومتابعة، وقبل ما انهي الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، استناني في فيديو جديد. سلام.